في سؤال عجيب غريب، يعني أنا مستغربة، يعني كيف أنت عقلك يوصلك لهذا الأمر؟ تقول أنا تابعت فلان وتابعت فلان ووجدت إنهم هم إيش شياطين وطاقة وكلام فاضي. يعني إذا أنت قلبك منور بذكر الله ما حيوصلك لهذه النتيجة، لكن أنت قلبك مشوش لأنه أنت ما قرأت القرآن ولا ذكرت الله. لما تقولي تابعت فلان وتابعت فلان وطلعوا بدعاة الطاقة، إيش هي الطاقة؟ يعني أنت لو عندك وعي حتفهمي إيش كلمة طاقة أصلا. يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطيك علم أساسه من القرآن حتفهمي إنه الخزعبلات اللي في دماغك هذه كلها من الشيطان. أنت عندك قرآن وعندك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي شيء يخالف القرآن والسنة أتركيه، لكن ما تحكمي على شيء أنت ما عشتيه. لما الإنسان يدعوك لقراءة القرآن ويدعوك إنك أنت تفكري، ما في أحد. يعني أنا دحين لما أتكلم أقول لكم نسوي كده نسوي كده، ما تاخذوا كلام القرآن منزل، خذي الفائدة. حتى لو كان اللي بيعلمك يهودي، شفتي لو كان اللي بيعلمك هذا مسلم غير مسلم، خذي منه الفائدة وأترك الباقي أرميه. أما تقومي تحكمي على إنسان إنه ضال مضل عشان شيء أنت ظنيتي إنه هو بعيد عن المدري إيش، هذا شيطان بيلعب فيك.